السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، أكد خلاله على ضرورة وضع تطورات جديدة لإرساء العدالة الاجتماعية الحقيقية والقطع الجذري مع الاختلالات التي رسخت التفاوت والحرمان لعقود من الزمن، وشدد على أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون إصلاح حقيقي في السياسات والمقاربات الاجتماعية، وأن المطلوب هو دولة عادلة تحمي الحقوق وتضمن النفاذ المتساوي إلى مقاومات الحياة الكريمة. وفي هذا الإطار تم تداوله في مشروع أمر يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وشدد رئيس الدولة على إيجاد تطورات مختلفة وفق فكر ومفاهيم جديدة، كما تم التداول كذلك في مشروع نص يتعلق بعملة الحظائر. واعتبر الرئيس قيس سعيد أنه يجب القطع نهائيا مع هذا الوضع، لأنه ليس وضعا غير عادل فقط، بل هو وضع غير إنساني على قرار المناولة والذي طالت بطالتهم وتم تعطيلهم عن العمل. وأوضح بقوله إن تونس ماضية قدما إلى الأمام بالرغم من الدوائر التي تعمل على تأجيج الأوضاع بكل الطرق بعد أن خابت ترتيباتهم وفضحت أعمالهم، والشعب التونسي بوعيه العميق قام بالفرز ولن يصفح لمن نكل به أبدا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.